في هذا المكان من جبال ريمة الشاهقة التي تعانق السحاب وتزينها خضرة ساحرة، وجدت الحكمة التي تقول أن الحاجة أم الاختراع، وأوجدت المعاناة في حمل الاحتياجات على ظهر الحمير لمسافات بعيدة ودفع مبالغ كبيرة. المعاناة جعلت أحد المواطنين يستحدث هذا الابتكار المطور ويجعل من إمكاناته البسيطة مصعدا ميكانيكيا مؤلفا من سيارة قديمة وحبال حديدية ممدودة من رأس الجبل إلى أسفله لمسافة تصل إلى 1000 متر تقريبا، ليحمل الناس وأغراضهم الثقيلة التي تحتاج لوسائل نقل صعودا أو هبوطا على طول هذا الجبل فوق عربة حديدية معلقة على طول الحبال الحديدية. بدأنا بالتصميم عبارة عن قاعدتين متساويتين، يعني بالتساوي، قاعدة هنا وقاعدة في المنطقة الأعلى حيث الموقع الأساسي فوق. بدأنا بتركيب الرصدة وهي عبارة عن خطتين كبيرة تعتبر الرصدة الذي يمشي فوقها الصندوق، وبدأنا بتركيب العبارة عن السحب الجاي والرايح، عبارة عن خطة ملتصقة كاملة. يبدو المنظر من على المصعد سحرا من الطبيعة وتحليقا في الهواء الطلق بإمكانات بسيطة. كان لمراسل أضواء سهيل تجربة في النزول عبر المصعد وهو يلتقط هذه الصورة. يعني الجهات المختصة أن تقوم بتصاميم زي هذه المشاريع لتسهيل النقل. يثبت الإنسان الريمي أنه قادر على قهر الظروف وتذليل الصعاب، وإن كانت جبالا شاهقة فإنه قادر على امتطائها بتفكير وإصرار، وإنه قادر على الإبداع، وما هذا المصعد إلا نموذجا من إبداعه.